على الراديو، راديو دوغما 3.10. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دوغما، يا ترى سمعت قبل كده عن حاجة اسمها سيلف توكينج أو الحديث الذاتي؟ أقول لكم حاجة، معروف جدا إن الأساس الأول والأهم للإنسان المسيحي هو المحبة، ومش محتاج أشرح ده لأن عشرات الآيات بتقول ده، ولخصها القديس يوحنا الحبيب مسوقا بالروح القدس في رسالته الأولى أصحاح 4 آية 8، وقال كده: من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محب. أعتقد الآية دي بتلخص كل الكلام. والمحبة مش هي المقصود بيها تلك التي نتبادلها معا كأحباء لبعضنا بعض، لأن المحبة حاجة وفضيلة المحبة حاجة تاني. إيه الكلام ده؟ معناه إيه؟ المحبة العادية البشرية اللي هي بنحبها للي بيحبونا واللي بنحبهم، لكن المحبة الروحية هي فضيلة إن الإنسان بيحب المسيئين، بيحب اللي ما بتحبوش. لذلك يقول كده: المحبة هي القوة التي بها نقبل غير المحبوبين. المحبة هي القوة، المحبة قوة يا جماعة. المحبة هي القوة التي بها نقبل غير المحبوبين لنا وغير المرغوب فيهم. هو قال كده في لوقا 6:32: إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم. فضل هنا هي الفضيلة يعني. ففضيلة المحبة إنك تحب المسيئين وتحب الناس اللي مش محبوبين. فلما تتضايق من حد أساء إليك وتلقى مشاعر الكراهية والعداء بدأت تتحرك جواك، وده رد فعل طبيعي على فكرة لهذه الإساءة، من الحاجات الكبيرة قوي اللي هتساعدك إنك تقلل من حدة هذه المشاعر اللي بنسميه بالسيلف توكينج أو الحديث الذاتي، اللي هو إنك تكلم نفسك كلام إيجابي وكلام محبة عن هذا الشخص. قول لنفسك كده: أنا مش هكره فلان، أنا مسامحه. تلقاه كان مضغوط، تلقى هو طبعه كده وده أكيد عامل له مشاكل كتير، أنا خلاص غافر له، ربنا يسامحه ويسامحني. هتقول لي يعني هما الكلمتين دول هما اللي هينفعوا؟ هقول لك معلومة علمية جميلة. العقل الباطن أو اللا شعور عكس العقل الواعي. العقل الباطن أو اللا شعور اللي بيسموه بالإنجليش subconscious بيصدق اللي يسمعه دون فحص. فهذا النوع من الحديث الذاتي يوجه للعقل الباطن وبيوجهه للحب والغفران والتسامح، وده بيساعد بالتأكيد على الخروج من فخ عدم المحبة. والإنسان بكده يبقى حط جواه وزرع جوه نفسه بذرة حب للآخر، وكسر حدة العداء والكراهية اللي كانت رد فعل طبيعي للإساءة اللي توجه له. يعلمنا كده الروح القدس على فم معلمنا القديس بولس الرسول في عبرانيين 10:24: ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. مش تخليف كاهن. إلى أن ألقاكم مرة أخرى، دمتم في رعاية المسيح وحفظه وعنايته، له كل مجد وإكرام من الآن إلى الأبد، آمين.